اهلا بيكم في قناه كايرو جاردن، قناه الزراعه المنزليه. لو انت اول مره بتتفرج على فيديوهات كايرو جاردن، احنا بنعمل فيديوهات عن الزراعه في المنزل ورعايه النباتات. لو بتحب الزرع والزراعه اشترك في القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. زي ما بقول في عنوان الفيديو، هعلمك النهارده ازاي تاخد من اي زرعه انت بتحبها فرع او جزء وتقدر تعمل له تكاثر عندك في البيت ويبقى عندك زرع كتير، سواء هوايه او لو عايز تكتر النباتات بتاعتك. خليكم معانا. زي ما عودت متابعين كايرو جاردن، انا هبدأ باحسن طريقة الاول وبعدين هبدأ بالالترناتيفز او البدايل. لاحسن طريقة محتاج المسحوق الابيض ده اسمه هرمون التجذير وكوباية مية. لو هنعمل بدايل مش محتاج هرمون الجذور ده اصلا، محتاج بس كوباية مية ومقص او حاجة تقص بيها النبات. اول حاجة لازم تاخد بالك منها انك بتختار الفروع اللي لسه طالعة جديد. انا هنا بتكلم عامة خالص، مش بتكلم بالتخصص. يعني دلوقتي الزرعة دي طلعت ورد خلاص والورد مات، اقدر اخد منها بقى بعد كده قطع من الفروع الجديدة اللي طالعة. مش باخد من الفروع القديمة ومش باخد من الفروع الخشب. الفروع الخضراء اللي هي سميكة شوية، يعني زي ما انتم شايفين سمكها برضو تخين شوية مش رفيعة، باخد منها قطع من القمة النامية بتاعتها. يعني هو ده فرع لسه جديد، انا عارف انه طلع وخلاص طلعت زهور، ما باخدش والزهور موجودة، انا باخد بعد ما الزهور تطلع. بقطع فرع، مش محتاج مساحة كبيرة، مش محتاج اخد فرع كله. الفرع ده انا هعمل منه عقلتين، عقلة اللي هي الجزء اللي انا هكتره واعمل منه نبات جديد من النبات ده. العملية دي بتاخد وقت ممكن طويل، ممكن تاخد منك شهرين 3 شهور. فدي عايزة حد بيصبر، مش عايزة حد مستعجل ولا عايزة حد عايز النتائج بكرة. برضو هو زرعة تانية، ده الياسمين الوينتر جازمين، الياسمين الشتوي. برضو باخد قطع زي ما انتم شايفين كده، ودي هتبقى عندي كذا جزء، مش هتبقى جزء واحد بس، هتبقى كذا جزء. الحاجة التانية اللي انا محتاجها، انا قلت لكم في الاول محتاج هرمون تجذير او لا، عشان بس الناس اللي بتسألني. هرمون الجذور ده بتجيبه من اي محل بتاع ادوات زراعية، مش هتقدر تجيبه، مش محتاجه. دي اول حاجة. تاني حاجة، انا هستخدم فيرميكلايت او بيرلايت بس، مفيش رملة ولا تربة ولا اي حاجة خالص، بيرلايت. وده بصوا النبات ده زي ما انتم شايفين فروعه صغيرة قوي، انا مش هاخد منه دلوقتي لان زي ما انتم شايفين لازم يكون الفرع زي ما انتم شايفينه كده طالع سميك شوية، اخضر مش خشب، من النمو الجديد. انا قلت لكم دلوقتي هستخدم بيرلايت، وبرضو الالترناتيف او البديل للبيرلايت هو شوية رملة صفراء زي بتاعة البنا. يبقى انت دلوقتي هتحتاج هرمون التجذير ورملة، او هرمون التجذير وبيرلايت، او رملة او بيرلايت بس. خلاص انا خدت دلوقتي القطع اللي انا عايزه، لميت كل القطع ده من الزهور من النباتات اللي انا حاببها. هنا برضو انا عندي مرمرية، هاخد برضو من النموات الجديدة. النموات دي كلها لسه طالعة دلوقتي، يعني مش باخد من النموات القديمة، باخدها زي ما انتم شايفين دلوقتي. هوريكم بقى هستخدمها ازاي. بس اهم حاجة اول ما تشيل القطع او اول ما تقطع الزرعة، تروح على طول حاططها في المية. ده بيحافظ على النبات بتاعك وان هو ما يبوظش. على طول اول ما بجيبه بروح حاطه في المية زي ما انتم شايفين كده، عبال ما اقطع ورق تاني، او بلفه في مثلا في منديل مبلول. لو انا في الشارع مثلا واخد قطع من نبات وعايز ارجع اجربه في البيت، بلفه في منديل مبلول او بحطه في مية. وبجيب هرمون التجذير، وهوري لكم دلوقتي الطريقة. اهم حاجة بس التوقعات بتاعتك تبقى محدودة، يعني ما تعملش واحدة وتقعد تستناها. اعمل 10 مثلا، او اعمل 5 من نوع و5 من نوع. اعملها زي تجربة، بلاش تحط امال كتيرة، علشان ساعات كتير يعني بتبقى نسبة 70% 60%. دلوقتي هوريك ازاي بتجهز العقلة هي قد صباعي بالظبط زي ما انتم شايفين. دي عقلة جميلة جدا كويسة وهتنفع. بقطع الأوراق اللي تحت وبسيب ورقتين بس. زي ما انتم شايفين اهو دلوقتي أنا بجهز العقل، وبعمل ده مع بقية القطع أو العقل اللي أنا جبتها بالشكل ده. دي مناسبة وهتطلع جذور بالطريقة اللي هوريها لكم دلوقتي. وبعيد بقى تكرار نفس الخطوة دي مع بقية الأوراق التانية. حاجة مهمة قوي زي ما قلت لكم في الأول، دي بتاخد مدة طويلة، فأنت لازم تكون منتظر، يعني ما تبقاش متسربع في الموضوع ده.
ببدأ اكرر بقى الخطوة دي في بقية الزرع او الحاجات اللي انا قطعتها، ومجهز اهي التربة البرلايت اللي انتوا شايفينها الابيض دي علشان احط فيها العقل بتاعتي. بالنسبة للأوراق الكبيرة، لو أنا عندي ورق كبير مش ورق صغير زي النبات الأولاني، الورق ده ممكن أقصه لنصه. أنا بسيب الورق ده بس عشان يديني مؤشر هل الزرعة لسه عايشة ولا ماتت ولا حصل لها جفاف أو حاجة، بس مجرد إن أنا مش بخض النبات، وبرضو إن أنا بدي لنفسي مساحة أعرف النبات ده عايش ولا لأ. بكرر بقى الموضوع ده، والموضوع زي ما انتم شايفين سهل خالص، مفيش أي صعوبة. ببدأ احطه زي ما انتم شايفين هنا اهو في الميه، وبعد كده في هرمون التجذير، وبعد كده بغرزه بالراحه خالص في وسط البرلايت اللي انا ببقى بله او حاطط فيه ميه من الاول. يعني ممكن احط ميه بعد كده وممكن احط ميه من الاول برضه مفيش مشكله. دلوقتي انا ببدا اكرر بقى العمليه دي بكل العقل اللي انا عملتها. الصندوق اللي انا بستخدمه بحاول ان انا اقدر يبقى عندي الحل ان انا اقدر اغطيه، ولازم يكون مخروم من تحت الصندوق ده علشان المية لما تتحط يبقى فيه تصفية، والجذور لما تطلع ما تعفنش، وتبقى تديله مية كل اسبوع مثلا. في المرحلة دي انا بحطه في زي ما انتم شايفين بالطريقة دي في المية، وبعدين هرمون التجذير، او في المية وفي التربة على طول من غير هرمون التجذير. المرحلة اللي بعد كده ده الغطا البلاستيك اللي قلتلكوا عليه. ليه بغطيها؟ انا بغطيها عشان انا بحطها في الظل، مش بحطها في الشمس، بحطها في مكان منور بس مش شمس مباشرة، فعشان كده بغطيها علشان تحافظ على درجة الحرارة ثابتة. وفي الخرم اللي فوق ده بزود التهوية زي ما احب. دي عقلة انا كنت حاططها من حوالي شهرين بالظبط. زي ما انتم شايفين اهي الجذور البيضة بدأت تطلع. عايز اقولك ان انا حطيت من ديت مثلا 7، نجح منهم 2. فدايما حط في دماغك ان مش كله بينجح، فقط النبات اللي ينجح بتقدر ان انت تشوف فيه جذور بالشكل اللي انت شايفه ده. وحاجة ممتعة جدا لما انت تكتر نبات بتحبه، او نبات مثلا انت شفت لون الورق حلو، ممتع جدا ان انت تشوفه وتكتره عندك في البيت. بجيب بعد كده تربة، ده للنبات اللي طلع جذور. اول ما بيبدأ يطلع جذور ممكن كمان استنى عليه شوية لما الجذور تكتر، بس انا بس عشان اوريكم. بجيب التربة وبحط ازود فيها الرملة او البرلايت. البرلايت ده بديل الرملة. بقلبها كده واخليها تربة خفيفة، وبعد كده بحط النبات بتاعي. وبرضو لسه لغاية دلوقتي مش بحطه في شمس مباشرة علشان لسه جذور ضعيفة ولسه بعوده. فانا دلوقتي حطيته اهو في التربة اللي هي برلايت وتربة عادية بيتموس. بضغط عليها بس شوية، وبعد كده المرحلة اللي بعد كده بديلها شوية مية، وكده خلاص. الموضوع سهل جدا، مسلي. يعني انا مش هقولك ان ده اسهل حاجة ومش اسرع حاجة. اسرع حاجة انك تشتري شتلة من اي مشتل وخلاص، بس المتعة في ده ان انت بتعمل النبات بنفسك، وان انت بتشوف بعينيك ازاي النبات نفسه عنده الرغبة ان هو يستمر ويتكاثر. فزي ما انتم شايفين دلوقتي حطيت له المية. انا هنا هستخدم المية زي ما انتم شايفين، بستخدمها في ان انا احطها للنبات للزرع اللي لسه حاطه. اهم حاجة تكون التربة خفيفة، زي ما انتم شايفين بتطلع مية من تحت على طول اول ما انا احط المية. بكده تكون خلصت الحلقة. اتمنى تكون ان انتوا استفدتوا حاجة من التجربة الجميلة دي، واتمنى ان انتوا تجربوها وتحكوا لي في التعليقات لو جربتوها قبل كده وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. تابعونا واشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. ما تنسوش تتابعوني على تويتر، انا على طول بعمل فيديوهات برضو ليها علاقة بالزراعة وعني. اسمه كايرو جاردن على تويتر. اشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.